مع اقتراب نهاية إعارة اللاعب المالي ليو ديانج من النادي الأهلي المصري إلى نادي الخلود السعودي، ظهرت تطورات جديدة قد تؤثر على مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء. وكشف إبراهيم كامارا وكيل ليو ديانج في تصريحات خاصة أن اللاعب لا يرغب في العودة إلى صفوف الأهلي المصري بعد انتهاء فترة الإعارة. وأرجع كامارا هذا القرار إلى استياء ديانج من قلة مشاركاته في التشكيلة الأساسية للفريق تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، مما اضطره لقضاء معظم الوقت على دكة البدلاء. على الجانب الآخر، تلقى النادي الأهلي عرضا مغريا من نادي الفتح السعودي للاستفادة من خدمات ليو ديانج. العرض قدر بقيمة 4 ملايين دولار، وجاء بعد الأداء اللافت الذي قدمه اللاعب مع نادي الخلود السعودي خلال فترة الإعارة. ديانج نجح في إثبات نفسه في الدوري السعودي، حيث أظهر مستويات عالية من الأداء مما جعله محط أنظار العديد من الأندية في المنطقة. ويبدو أن نادي الفتح مستعد لتقديم هذا المبلغ الكبير من أجل ضم اللاعب المالي إلى صفوفه بشكل دائم. يجد النادي الأهلي نفسه الآن في موقف حرج، حيث يتعين عليه اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل اللاعب. فهل سيحاول الأهلي إقناع ديانج بالعودة إلى الفريق والعمل على منحه فرصة أكبر للمشاركة؟ أم سيقرر النادي قبول العرض الكبير المقدم من نادي الفتح السعودي والاستفادة من العائد المالي لتعزيز صفوف الفريق في مراكز أخرى؟ الجماهير الأهلاوية التي لطالما اعتبرت ديانج أحد أبرز مواهب الفريق قد تنقسم حول هذا القرار. البعض يرى أن بيع اللاعب فرصة جيدة لدعم ميزانية النادي، في حين يعتقد آخرون أن ديانج يستحق فرصة جديدة لإثبات قيمته داخل الفريق. الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل ليو ديانج، سواء بالبقاء في الدوري السعودي أو العودة إلى الأهلي المصري. الكرة الآن في ملعب إدارة الأهلي لاتخاذ القرار الذي يخدم مصلحة الفريق على المدى الطويل. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، هل أنت مع بيع اللاعب أو الإبقاء عليه؟